نغتنم هذه الفرصة أولا نطمئن الرأسمالية الوطنية رجال الأعمال التونسيين أن هذه الحكومة وهذه الدولة لا تستهدفهم. هذه الدولة تستهدف فقط الفاسدين منهم والذين هم أقلية. نطمئن رجال الأعلام الذين نعتقد أن أغلبهم قوم شرفاء، حتى بعض الذين تعاونوا مع الدكتاتورية نعلم أن وقع تحت الإكراه. نحن نستهدف فقط كما قلنا الفاسدين، رؤوس الفساد الذين كانوا يصطفون بملء إرادتهم لخدمة الدكتاتورية وهم أقلية. نغتنم فرصة التواجد أمام هذه الإذاعة العريقة في تاريخ تونس لنطمئن الإعلاميين. هذه الحكومة مرة أخرى لا تستهدفكم، ليس هناك في هذه الحكومة من يستهدف الإعلاميين. نحن نستهدف الفساد الذي تستفزه محاربة الفساد والذي تستفزه الإعلام عن قوائم الفاسدين. ندعوه أن يراجع نفسه فقط، ندعوه أن يراجع نفسه. ليس هناك مجال للتضامن مع الفاسدين. أنا أدعو الإعلاميين أن يتضامنوا مع شعبهم، أن يتضامنوا مع الفقراء الذين نهبت أموالهم، أن يتضامنوا مع الحكومة المنتخبة. هذا هو التضامن الحقيقي. أما التضامن مع الفاسدين فهذا الذي يضرب ثقة الشعب في كل الإعلام، في كل وسائل الإعلام. مطلوب من الإعلاميين أن يسترجعوا ثقة شعبهم. مطلوب من الإعلاميين أن يسترجعوا ثقة شعبهم ولن يسترجعوها بالتضامن مع الفاسدين. مرة أخرى هذه الثورة المباركة وهذه الحكومة لا تستهدف الشرفاء، هي حليفة الشرفاء، هي وليدة الشرفاء، الذين انتخبوها هم الشرفاء. هذه الحكومة لا تستهدف إلا الفاسدين، وهذا وعد قطعته حتى ينتخب هذا الشعب. فهل تتصورون من هؤلاء الذين مكثوا في السجون سنين طويلة ومكثوا في المنافي سنين طويلة وبذلوا زهرات شبابهم من أجل حرية تونس ومن أجل الكرامة؟